عدد من العواصم أو الجهات تتحدث عن انزعاجها، وبطبيعة الحال وزراء الخارجية دائما منزعجين، ولكن لماذا أولا يعبرون عن انزعاجهم والحال يتعلق بالدعوة إلى حرب أهلية وتم تطبيق القانون من قبل قضاة شرفاء؟ عبروا عن انزعاجهم. هل تم اعتقال شخص من أجل رأي أبداه أو من موقف اتخذه؟ ما معنى أن يعربوا عن انزعاجهم؟ لماذا لم ينزعجوا يوم تم ذبح 13 جنديا في شهر رمضان عند الإفطار؟ في ذلك الوقت لم ينزعجوا. لماذا لم ينزعجوا بنفس هذه الدرجة من الانزعاج بعد تفجير حافلة الأمن الرئاسي؟ لم ينزعجوا. وهذا التدخل السافر في شؤوننا غير مقبول. نحن دولة مستقلة ذات سيادة، ولا نقبل بأن يتدخل أحد منا. وأما تاريخنا في النضال من أجل الحقوق والحريات فأعمق بكثير من تاريخ عديد العواصم الأخرى. لم نبدي انزعاجنا حينما تم اعتقال عدد من الأشخاص في عدد من الدول، ذلك شأنهم الداخلي، ولن نسمح لأي كان بأن يتدخل في شأننا الداخلي. لسنا دولة مستعمرة ولا دولة تحت الوصاية. ومن أراد أن ينزعج لصداقة تربطه بشخص معين فصداقته في إطارها والدولة في إطارها، لن نقبل بذلك. وعليهم أن يكفوا من محاولات التدخل في شأننا. لسنا تلاميذ ننتظر في دروس تأتينا من بعض الأشخاص. لم نعبر عن انشغالنا بالاعتقالات التي وقعت في عدد من الدول حتى في الدول الأوروبية. نعبر عن انشغالنا الحقيقي والصادق حينما يدعون الواجب إلى ذلك. أما من يعتقد أن هناك ترتيب تفاضلي للدول فواهم. الشعب التونسي لن يفرط في سيادته أبدا.